فيلم وليفن تايم فيلم بيتكلم عن قصة حب بين رجل وامرأة، الاتنين دول الصدفة بتجمعهم وبتبدأ ما بينهم قصة الحب بالرغم من فشلهم في علاقات غرامية سابقة. وبنشوف في لقطات متفرقة من حياتهم ايه المصاعب اللي هي واجهتهم وايه المصاعب اللي هتواجههم مع تطور علاقتهم. فيلم وليفن تايم هو بطولة فردية تماما من بطولة أندرو جارفيلد وفلورنس بيو، كتابة نيك بين وهو مش مشهور قوي، وإخراج جون كرولي. جون كرولي ما عندوش حاجة مشهورة أكتر من فيلم بروكلين بتاع سيرش رونان مم. في سنة 2015. هو ده افضل حاجه عملها يعتبر يعني. موجود دلوقتي على ابل تي في، هينزل سينما الشهر الجاي، شيء غريب جدا، لكن هو موجود دلوقتي على ابل تي في لو حبيت تتفرجوا عليه. ليه بنتكلم عنه؟ لان الفيلم عليه هايب، يقال ان هو افضل فيلم رومانسي من فتره طويله. السؤال اللي هساله لك بقى جون، هل هو فعلا افضل فيلم رومانسي نشوفه من فتره طويله؟ هي الجملة دي بتتقال في كل سنة في شهر 12. يعني كل سنة في شهر 12 بيبقى فيه الفيلم شبه الفيلم بتاعنا ده. كل سنة لازم فيلم امم كده في شهر 12، فيلم الرومانسي بين اتنين كابلز، وأجمد فيلم رومانسي ومدجج بالمشاعر والأبطال قدموا أداء رائع، ومفيش سنة تخلو من نوعية الفيلم ده. فهو فيلم شبه الأفلام اللي بتنزل بقالها 15 سنة. هل أنا شفت حاجة جديدة؟ لا، مش قوي يعني. في تمثيل رائع من الاتنين، تمثيل اكثر من رائع من الاتنين، اندرو جارفيلد وفلورنس بيو. بس يعني برضه يعني في الاول في الاخر انا شفت حاجه شفتها كتير قبل كده. طب انا هبتدي بالفيلم الاكبر ايجابيه فيه. انا في رايي الشخصي هي افضل موسيقى تصويريه في عام 2024 من نصيب الموسيقار برايس ديسنر. مش افضل موسيقى تصويريه السنه دي لان كان في مسلسل اسمه ديسكليمر، في موسيقى تصويريه من عالم اخر اللي عاملها الناس بقى اللي هي في الموسيقى شويه، اخو بيلي ايليش فينيس. بس ده موضوع اخر لوقت اخر. خلينا في برايس ديسنر دي. بالنسبه لي هي افضل موسيقى تصويريه اتعملت السنه دي، اكتر مم. موسيقى تصويريه بتحكي الفيلم. من غير الموسيقى التصويريه هينقص كتير جدا، لان في مشاهد كتير احنا ما بنتكلمش، بنشوف لقطات وتتابعات. الموسيقى التصويريه وتمثيل البطلين بتوعنا هي بطلها. فشابوه للموسيقى التصويريه، انا شايف هي دي ايجابيه قويه مثل الايجابيه بتاعت التمثيل. لان اصلا احنا اول ما نشوف هو الفيلم مم. دائما ما يدور عن اندرو جارفيلد وفلورنس بيو. ساعات بنشوف ابو اندرو جارفيلد، ساعات بنشوف صديقه فلورنس بيو، لكن الفيلم يدور حول فلكهم. منظورنا ضيق جدا. انا يعني الفيلم ما ابهرنيش في اي حاجه. هل انا كنت مستني تمثيل جامد من اندرو جارفيلد وفلورنس بيو؟ طبعا. هل هم ادوا اللي عليهم وزياده؟ طبعا طبعا، وخصوصا فلورنس بيو. طبعا هي من اكتر الممثلات جيلها اجتهادا وموهبه، ده 100% تضحيه. يعني فكره ان هي تحلق شعرها وهي عندها مشاريع مع مارفل كمان، فدي حاجه طبعا اخلاص كبير للمهنه يعني. انا كان عندي مشكله مع طريقه الحكي بتاعت الفيلم، اللي هو ليه؟ ليه يا اسطى كل ده؟ اول ليه سلبيه 3 يعني. تايم لاينز في فيلم شبه ده؟ يعني ليه؟ ما عشان ده يفرض. ما انا طبعا انا متفق معاك 100%. انا كنت لسه كاتبها يعني. مم. بنشوفهم في ثلاث تايم لاينز ومن غير سياق. احنا بننط النط كنوع من التجديد. فباجي اسال نفسي، كنا احنا اتكلمنا عن فيلم اسمه سترينج دارلينج، ننصح الناس مم. تتفرج عليه بس ما نزلناش الحلقه يعني. اما انت بتعمل شيء جديد، يا ليه مم. داعي يا ملوش داعي. هل التلاعب الزمني اللي كان موجود في الفيلم له داعي؟ لا خالص. انا لو كنت حكيت بالتتابع الزمني الطبيعي للقصه هتبقى بتاعتهم قصه عاديه. هتبقى قصه عاديه. ما هي بقى الفكرة، أنا هو عمل كده عشان يخلي في تجديد في القصة، لأن القصة من غير طريقة الحكي المختلفة دي قصة عادية خالص. بس هي القصه عاديه في الحالتين. هو في تجديد في طريقه الحكي عشان مثلا اه يجذب انتباهك، او اه عشان مش هيجذب لو انت انتباهك. مش عشان انت مش اه منتبه تنتبه للفيلم. صح. ان انت لو انت حسيت شويه ان انت مش تهت منهم، لا انا هوديك في حاجه تربكك شويه. طب لا ركز، انا حبيتها انا ما حبيتهاش، بس ولا انا انا طبعا. متفاهم بس هو عملها ليه. هي برضو هي ستيل هي واضحه قوي يعني. هو في تايم لاين هي حامل فيه، هي في تايم لاين هي حلقه شعرها فيه، هي في تايم لاين مم. هي لا حامل ولا حلقه شعرها. فالموضوع سهل التفرقه بينهم يعني. انا بكليك في اول النقله، بس بعد كده خلاص ماشي اوكي. كان ممكن جدا جدا ان انا استغنى عنها. فيلم حلو كالعاده الفصل الاخير ما عجبنيش خالص، لكن هو عرف يخلي المشهد الاخير يعلم امم. معاك. يعني هو الفصل الاخير اه. ده مش منطقي، في حدث بيحصل من احد القطبين بتوع القصه بتوعنا، عمل حاجه التاني شايفها مصيبه بنعديها. يا عم دي مصيبه عديناها ازاي؟ امم. اعديها عشان نخلص الفيلم. انا كنت شايف الفيلم محتاج ربع ساعه عشان زياده نتعامل مع المصيبه اللي حصلت دي. بس هو بيسيبك في الاخر بمشهد نهايه مؤثر، مع عدم حبي تماما لفصل النهايه. لازم يفرق بين فصل النهايه، لوكشة ايوه. فصل النهايه دي، ومشهد النهايه اللي مم. هو اخر حاجه قبل ما التتر بتنزل. انا سبت التتر
بسبب الحالة المشهد النهائي سابني فيها، وبسبب المزيكا في مشهد النهائي. يعني من المرات القليلة اللي أنا بسيب التتر لحد ما الشاشة تجيب مم. البلاك خالص كده. ملخص فيلم وليفن تايم: هو فيلم الهايب أذيته كتير جدا، بس هو يظل فيلم حلو وفيلم صالح للمشاهدة. اه هو فيلم مش للمشاهدة العائلية إطلاقا. اطلاقا. إطلاقا. إطلاقا 3 مرات أهو. فطبعا لو أنت بتحب البطلين والكاريزما البطلين تجبرك اللي أنت تتفرج على فيلم الفيلم رومانسي في الاول وفي الاخر يعني، فلو انت عايز اه تتفرج على فيلم ما هوش رومانسي تجربة مزعجة يعني. مم. فده فيلم رومانسي صالح للمشاهده. وانا تقييمي لوليفن تايم هو 6.5 من 10. 6 من 10. اوكي. Francis Ford Coppola's Megalopolis. الفيلم بيتكلم عن سيزر في مستقبل قريب لبناء روما الجديدة، عن طريق ان هي تبقى مدينة يوتوبيا، مدينة فاضلة يعني، مدينة يوتوبيا مدينة فاضلة، عن طريق المادة اللي اخترعها اللي حاز عليها على جائزة نوبل، الا هي مادة ميجالون، عشان يبدأ بناء مدينة ميجالوبوليس. لكن في طريقه بتقف عقبات كتير، ان كان عن طريق المحافظ المعارض لفكرته او اقاربه او حتى كمان ماضيه اللي بيطارده. فيلم جالوبوليس بيدور في اجواء من الخيال والدراما، بطولة ادم درايفر، جان كولو اسبوزيتو طبعا بتاع بريكنج باد، شيا لابوف، جوستافو. ناتالي ايمانويل. هو يعتبر الحلم المؤجل لفرانسيس فورد كوبولا اللي قعد ينتظر فيه 30 سنة من تأليفه ومن إخراجه. والفيلم الآن وإنتاج. متاح على الإنترنت على منصة أمازون برايم. ومش عارف ليه ده مشروع حياته. يعني ليه جاد فازر مش مشروع هقول حياته؟ لك ده مشروع حياته ليه، بس ما نبتدي نتكلم في الفيلم. هو فرط منه على الآخر، على الآخر تماما يعني. تمام. الأفلام دي خطر جدا، الأفلام اللي هي بتحاول تتنبأ بالمستقبل أو بتحاول إنها تبقى تنويرية إن العالم قدام هيبقى عامل إزاي. الأفلام دي خطر جدا، قليلين جدا في التاريخ اللي عرفوا يتعاملوا معاها زي ستانلي كوبريك مثلا. ستانلي كوبريك عمل سبيس اوديسي، لحد النهارده احنا اللي بنجري ورا الفيلم. هو نوع خطر جدا، وهو للاسف خايش منه تخيشه في الجون يعني. بكل بساطة رأيف ميجالوبوليس هو فيلم محبط للغاية. ليه محبط للغاية؟ لأن العالم اللي قرر فرانسيس كوبولا يكتبه أكبر مما أن يتحمله فيلم. الراجل خلاص في آخر حياته، فقرر يعطينا بعض المحاضرات وبعض خلاصة تجاربه في شكل وعظي. يعني النص التاني من الفيلم كله وعظيات، كله كوتس وحكم ما تنفعش تتحط في سياق فيلم. عايز يحكي عن الظلم، وعايز يحكي عن السياسة، وعايز يحكي عن القضايا، وعايز يحكي عن الآداب المجتمعية، وعايز يحكي عن الفساد. عايز يحكي عن 8 9 10 حاجات في فيلم ساعتين وتلت، وحطه في إطار خيال علمي. وعايزين بقى نعمل علاقات بين الشخصيات وبعض، وخيانات، ومشاكل الاقارب. ايه ايه ده، ايه يا اسطى، ايه ده، ايه ده، ايه ده، الله 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 الله. ايه كل الحاجات دي في ايه ساعتين إيه يا وتلت عم تعمل كل الكلام ده فرانس. يعني؟ مين هيقدر يحكي عن ده في افلام بحالها عن الموضوع؟ جاد فاذر ان انت عامله بذات نفسك هو عن موضوع، والموضوع ده من كتر ما هو عامل زي الشجره، عنده بقى غصون بيتفرع منها. يعني الفرق ان يبقى عندك فكره هي الشجره، وعندك بقى افكار بتتشعب زي غصون. لا ده هو عنده 10 شجرات مختلفين، وعايز يعمل فيلم يضم 10 شجرات دول. ما ينفعش، ما ينفعش. بالظبط. عشان كده دي فكره فرطت منه، لان الفيلم فيه افكار كتير ومواعظ كتير اكبر من ان يتحملها الفيلم. فده ادى ان حتى جميع انا ما يعني مفيش دور انا حسيت كل الناس ما اوت فيش. اوف اوت اوف روم. 100%. بس لازم اقول حاجة: ان ادم درايفر ده موهبة خارقة. خارقة. اختياراته قذرة. والله العظيم انا يعني مش عارف اقول له لا، انا مش قادر اقول له لا، لان الراجل ده بيشتغل مع مخرجين كبار. هو بقى اللي حظه وحش ان الافلام دي مكيشه. يعني هو مش جيك جينيهال، ومش جوني ديب، ومش الناس اللي ولا توم هاردي، الناس اللي عندها قدرات بس اختياراتهم زباله. لا ده راجل في اخر 4 5 سنين، سيبك ان هو عمل مانج ستوري اللي هو ملحمه، عامل لايس مم. دول مع ريدلي سكوت، بس حظه وحش، فيلم حلو ما نجحش. اشتغل تاني مم. مع ريدلي سكوت في هاوس اوف جوتشي، اشتغل مع السنه اللي فاتت مع مايكل مان في فيراري، مايكل مان فيراري. مم. والسنه دي اشتغل مع فرانسيس فورد كوبولا. انا ما اقدرش اقول على واحد بيشتغل مع الاسامي دي كلها اما يجي له سكريبت يقول لا. هو اللي غير موفق، هو غير انا موفق. متفاهم، انا متفاهم ده. بس هو انا لازم اشيد بموهبة ادم درايفر. ادم درايفر اه طبعا موهبة موهوب طبعا. مرعبة. اه وونس اللي هو يلاقي البوصلة والتوفيق، الراجل ده هيحكم هو انا التمثيل يعني. بحس هو نقص توفيق فقط ان هو اشتغل مع اسامي كبيره فعلا يعني. صعب لان قوي هو يجي لك حتى في سكريبت فيلم وتقول لا. وحش، يعني فيلم وحش مش لا. بسكريبت واخراج وحش، هو في حتت يا جماعه وشه هبه ربانيه. دي حاجه ربانيه. انت بتبص لوشه كده، بوشه تجاعيد وشه وتقسيمها في السن مم. ده كمان. لا يعني يطلع منه حاجات جامده جدا يعني. ومشكله في الفيلم اكبر ان انت تحس في الاول ان الفيلم مبشر. اول 25 دقيقه تلت ساعه تحس انا عايز امم. استكشف اللي بيحصل ده. بعد كده يعني حتى الدور الوحيد اللي انا كنت حاسس ان هو ممكن يطلع منه حاجه شيء لبوف وحش جدا. وداستن هوفمان وجوده ولا كانه موجود يعني اسامي خالص. كبيره، لورنس مم. فيشبيرن طلع ما يعملش حاجه.
والفيلم ضخم، الفيلم باين ان هو فيه صرف عبيط، فلوس في يعني الارض كل مش لاقي. كادر يعني متكلف يعني. فاحنا بنتكلم عن فيلم كام؟ البادجت بتاعته 120 مليون مدفوعه من مم. جيب فرانس فورد كوبولا بالانتاج بكل شيء. فيلم جاب في السينما 11 مليون ونص. مم. منطقي، منطقي. طبعا طبعا. فملخص فيلم ميجالوبوليس، ما تتفرجش لان انت هتضيع وقتك الصراحه. الصراحه لا لا يعني. مش هقول يعني اللي عايز يتفرج يتفرج، بس هو فيلم سيء. ماشي. انا بقول لك ما تتفرجش الصراحه، لان مش هتطلع باي حاجه في الفيلم يعني، الا بقى ولا بلاش. انا تقييمي للفيلم هو 3 من 10. ماشي 3، ماشي 3 من 10. إيميليا بيريز هو فيلم بيتكلم عن محامية شاطرة في منتصف عمرها عايشة في المكسيك، لكن دايما شغالة تحت ظل واحد من أكبر المحامين، ورغم شطارتها ما بيجيلهاش الفرصة عشان تشتهر، لغاية ما بتجيلها مكالمة من شخص مجهول بيقول لها لو عايزة تبقي غنية تعالي قابليني. واما بتقابله بتكتشف ان هو واحد من اشهر الكارتلات الموجودين في المكسيك، زعيم عصابة، وبيعرض عليها عرض، لكن لو سمعت العرض فهي لازم هتقبله، ما عندهاش اي خيار اخر، ولكن لو ما سمعتش العرض ترجع مكان ما رجعت. مم. ايه هو العرض وايه تأثيره على حياتهم هما الاثنين؟ هو ده اللي هنعرفه في فيلم ايميليا باريس. الفيلم بيدور في اجواء من الدراما القاسية، وللمفاجأة الفيلم هو فيلم غنائي. الفيلم بطولة زوي سالدانا، هي او هو بقى جارلا كاسكون، سيلينا جوميز، وادجار راميريز. الفيلم من تأليف مم. وكتابة جاك اوديار، مخرج فرنسي نيش قوي، ما عندوش افلام في هوليوود مشهوره غير الفيلم اسمه سيسترز براذرز. الفيلم دلوقتي موجود على نتفليكس، وتحذير هام: الفيلم للكبار فقط. إيميليا بيريز هو بالتأكيد موجود عندي في قائمة أفضل 10 أفلام السنة دي. فيلم مختلف جريء وجديد، وعنده فكرة أنا ما شفتهاش قبل كده، وتناوله للفكرة اللي أنا ما شفتهاش قبل كده دي بدون حرقة، ما حرقتش الفكرة أصلا، لأن الفيلم أول اللي أنا قلته دلوقتي بداية الفيلم ده أو أول 3 دقايق. فالفيلم موسيقي، فيلم قاسي، يعني بيتكلم عن حاجة قاسية كده بطريقة موسيقية. إحنا عندنا أكشن، مم. عندنا دراما قاسية، بس في جو ميوزيكال غنائي، شيء جديد جدا. فده كان حاجه من مم. الاثنين: يا هيخيش خالص يخبط في حيطه، زي جوكر. فكان هتخيش، يا هتخش باص جرين لاين. يعني الفيلم ده هيعمل زي ايه؟ يا هتحبه يا تكرهه، مفيش وسط. يعني مش هتخلص الفيلم تقول ماشي، لا انت بس هتحب هو الفيلم. واخد تقدير نقدي يعني، هو الفيلم واخد تقدير، ما اعرفش الاستقبال الجماهيري عامل ازاي، بس هو الفيلم واخد تقدير نقدي يعني. اه يعني هو بقول لك، هو انت فيلم يا هتحبه يا مم. هتكرهه. مم. انا حبيته. ليه مم. حبيته؟ اول حاجه رايي الشخصي، دي اول مره اقول عن اي ممثله السنه دي ترشيح مضمون للاوسكار لزوي سالدانا. هي زوي سالدانا دي اللي هي افاتار واند جيم وانفينيتي وور اه وكده. اه اه. اداء استعراضي رائع، تمثيلي رائع، وحركاتها من غير ما بتتكلم بيرفكت. صوتها في مع محذوفتين في الفيلم، يعني وان وومن شو، هي شايله من اولها لاخرها، رائعه رائعه. في دور بتاع كارلا جاسكون قد تترشح لاسباب الجميع يعلمها، لكن هل هي دورها كان او دوره كان سيء؟ لا. الموسيقى التصويرية جزء كبير جدا من حلاوتها، هي مزجها مع الأغاني، والأغاني تتحط هنا. ده اللي بنتكلم عنه في الميوزيكال. لو انتم شفتوا حلقه جوكر، هو انت بتعمل اغاني ليه؟ عشان تحكي بدل الحوار، بتحكيه بطريقه اخرى. انت بتشوف الناس بتتفاعل ازاي عن طريق الغنى. هو في موقف ممكن نحكيه كحوار شخصي عادي، مم. بس احنا قررنا ان احنا اتنين نغنيه. اضاف في رايي الشخصي، اضاف جدا للفيلم. الغنى ده كان كانه بيكسر حده المواقف اللي في الفيلم. هو غريبة زي ما انت بتقول، هو فيلم قاتم كده اه فيلم قاتم. غنائي. فده كان شيء منعش للغايه في ايميليا بيريز. اخراج جاك مم. اوديار رائع رائع. في المشاهد الحركيه اللي كانت موجوده، يعني عندنا استعراضات، في استعراضات منها معقده وفي استعراضات منها سهله، وغير الاستعراضات دي بقى الدراما بتاعت الفيلم معموله حلو. فدي كلها مجموعه من الايجابيات الجيده للغايه، اللي انا شايف ان مم. ايميليا بيريز يستحق الاشاده بيها. نيجي بقى للسلبيات. ايميليا بيريز النقطه اللي بتبتدي منها الحبكه، توقعت اللي يتم الاشاره ليها في اخر الفيلم اتعملت ليه، ما رجعناش ليه. ده مم. شيء ازعجني للغايه. ايه الحدث اللي بدا من عنده كل شيء بعد كده؟ انا كنت شايف ان هو لازم يشرح اشمعنى زوي سلدانا، مم. ما تشرحش ليه اشمعنى زوي سلدانا. في تسلسل النهايه مش سيء، وفي اغنيه رائعه بيتقفل عليها الفيلم، اتحبك كويس، اتعمل كويس، لكن تنفيذ الاكشن فيه ما كانش كويس. اخراجيا مش احسن حاجة يعني. اه اخراجيا مش احسن حاجه. زائد ان انا كنت شايف ان احنا كنا محتاجين نقضي شويه وقت مع سيلينا جوميز، لكن بنروح ليها وبنغيب كتير، ونروح ليها ونغيب كتير، وهي مهمه جدا في قصتنا. مم. فلو كنا عايزين نتعلق بالشخصيه بتاعتها اكتر ونتفهم مواقفها اكتر، كنا محتاجين نقعد معاها شويه اكتر. هي كويسة ولا فصيلة لا لا ولا على مفيش اداء العادي؟ مفيش اداء واحد في الفيلم سيء. هو قد ايه الفيلم؟ الفيلم ساعتين طبعا.
إيميليا بريز انا شايفه من افضل افلام السنه. هو فيلم غير صالح للمشاهده العائليه تماما، فلو انت هتتقبل الفكره الجريئه اللي احنا حاولنا نشرحها من غير حرق، تنفيذ الجريء للفيلم، وقرر ان هو يخليه مع القتامه دي، يخليه ان هو غنائي، شيء غريب جدا صراحه. يعني ميكس مش كل الناس هتستساغه. انا حبيته، مم. لكن قد اتفهم الى حد ما لو الناس ما حبتش قوي ايميليا بريز. عشان كده انا شايفه ان هو فيلم كويس، وتقييمي ليه هو 8 من 10.